بسم الله. موضوع فيديو النهارده هو ازاي اعمل اكونت على ميدت، ازاي اعمل ريجستريشن على ميدت حتى لو انا ما عنديش سكانر من ميدت. فانا ممكن اعمل اكونت واستخدم الابلكيشن الخاصه بالميدت عن طريق ان انا بس عملت الاكونت عليه ونزلت الابلكيشن دي وبدات ان انا استخدمها، سواء انا معمل او عياده. فالعياده ممكن تستخدم الابلكيشن، والمعمل ممكن يستخدم الاكونت بتاع ميدت ان هو يستلم حالات من الدكاتره اللي عندهم ميدت. طيب بدخل على جوجل وبعمل ميدت لينك ريجستر. خلاص، هيطلع لي اللينك ده. اول ما بضغط عليه هيبتدي يطلع لي الاكونت بتاعي ان انا اعمل كريت للاكونت. انا لو عياده هبتدي ان انا اختار كلينيك اكونت، لو انا معمل هختار لاب اكونت. المهم التركيه دي مهمه في البدايه، ان انا كلينيك ولا لاب. طيب انا كلينيك هبتدي اعمل ريجستر. في الريجستر بقى هبتدي ادخل اسم العياده بتاعتي، وبعد كده اسمي، وبعد كده الايميل بتاعي اللي هو هيبقى بعد كده الاي دي او اليوزر نيم بتاعي. طيب لازم في الكلينيك نيم يكون اسم العياده ده مش متكرر او مش موجود قبل كده. فانا مثلا لو كتبت احمد كده السيد وجيت عملت تشيك افيلابيلتي، هلاقي ان الاسم ده مثلا مش موجود، فانا ممكن استخدمه. لكن لو موجود هضطر ان انا اغير في الاسم ده او اضيف ارقام عليه. بعد كده بدخل اسمي عادي، وبعد كده بدخل ايه الايميل. لازم الايميل ده برده ما اكونش مستخدمه على ميدت قبل كده، واعمل عليه تشيك برده. وليكن مثلا اهو ايميل اهو. وعملت تشيك، فكده الاكونت بتاعي برضو ايه الايميل ده مش موجود. خلاص، بعد كده الباسورد، لازم الباسورد ده يكون فيه حرف كابيتال، وحرف سمول، وسبيشال كاركتر وارقام ما يقلش عن 8 حروف. خلاص، فهبتدي ادخل الباسورد هنا وبعد كده اعيده. بعد كده سيلكت الكانتري، كتبت ايجيبت مصر، وبعد كده اعمل اي اجري لكل الحاجات دي، وبعد كده اعمل ريجستر. بمجرد ما انا عملت ريجستر هيجي لي رساله على الايميل بتاعي ده من ميدت. هبتدي اعمل كونفيرم للايميل ده او الاكونت ده. اول ما ببتدي اعمل اكسبت او كونفيرم للاكونت ده، خلاص كده بقى عندي اكونت الميدت. اليوزر نيم بتاعي هو الايميل، والباسورد بتاعي هو الباسورد ده. يا رب يكون الفيديو بسيط ومفيد. كنت معاكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميدت بالعربي. شكرا.